صباح الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ما عرفتش انا نتوما علاش مستغربين. صوفيا برافو مشيتي ليها. صوفيا والله الا رجوله. شوفوا واش ما فهمتش انايا. كاين واحد الحاجه سميتها واجب وطني. واش كتعرفوا شنو واجب وطني؟ انا كمغربي واجب عليا نكون مع ولاد وبنات بلادي في المواقف الصعبه في بلاد المهجر. هذا واجب وطني. راه تقولوا لي صوفيا مشيتي عندها، راه بزز مني نمشي عندها، راه بنت بلادي مغربيه اختي، راه خصني نمشي عندها بزز مني. هادشي اللي تقول لي الوطن، وهادشي اللي تقول لي الدم، وهادشي اللي تقول لي داكشي اللي تربينا عليه في بلادنا. حنايا خصنا نكونوا يد وحده وخصنا نحنوا في بعضياتنا. فمن واجب ديالي انني نمشي نطلع على المريضه اللي ضحيه ديال الانفجار اللي وقع في التقسيم. خصني نمشي لانه بنت بلادي وفي الغربة، بنت بلادي وفي الغربة، وما حداها لا عائلة لا والو، وضحية انفجار ومسكينة الله يستر يا ربي يا ربي. مرسى من جوج رجلين وطير لها واحد الطريف ديال اللحم من الفخذ. واحد الحالة اش غادي نقول لكم، راه ما يمكنش. واحد الحالة ما يمكنش. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا غير دخلت، ما نكذبش عليكم، دخلت الدموع تتحول راسهم. سبحان الله، حنا فينا واحد المحنة على بعضياتنا. ماشي كلشي بيناتنا ماشي كلشي. حنا فينا واحد المحنة على بعضياتنا زوينة بزاف. يعني شوفها مغربية ما تعرف يعني، ولكن الدم تيعض. حنا تنقولوا بريفية الدم يتدم، يعني الدم تيعض. يعني مستحيل احنا نشوفوا الدم ديالنا كيتألم وما نوقفوش معاه وما نبكيوش معاه وما نساندوش وما نكبروش به. فالدم تيعض مستحيل. فانا اين سمعت بان من بين الضحايا كاين مغربيه، مشيت تنجري تنسول وعيطت للقنصليه، قلت لهم السيده فين كاينه؟ قالوا لي راه كاينه في بلاصه فلانيه، لانه بطبيعه الحال القنصليه اللي مشات عندهم، وهي تبارك الله اللي تكلفات. راه الحمد لله عندنا قنصليه زوينه في هذه البلاد. هي الشمعه ديال هذه البلاد، وحق الله الضوء ديال هذه البلاد اللي نقدروا نقولوا الضوء ديال المغاربه في هذه البلاد هي القنصليه الصراحه. فانا منين سمعت قريت في واحد الاخبار بانه القنصليه المغربيه راه مشات عندهم، رانا عيطت لهم قلت لهم عافاكم سيدي بغيت السبيطار فين كاين السيد. هذيك الساعه عطاوني العنوان عطاوني كلشي، مشيت عندها كنجري، لانه ما يمكنش. شوف انا بنت بلادي كتعلم ما نمشيش عندها، لانه كما قلت لكم هذا واجب وطني. وهادشي اللي علمنا محمد الخامس والحسن الثاني الله يرحمهم وسيدنا محمد السادس الله ينصرو طول في عمره. هادشي اللي علمونا الاتحاد وعلمونا التعاون وعلمونا بزاف د الحوايج زوينين. ولكن الله يهدي بعض الفئه اللي كتفضل الاجانب على ولاد البلاد، اللي ديما كتساند الاجنبي على ولد البلاد ولا بنات البلاد. عندنا شي وحدين الله يستر ما عندهمش الضمير وما فيهمش روح الوطن وما فيهمش روح الوطنيه وما فيهمش حتى مغربيت كما نقدروا نقولوا. يقدروا يفضلوا واحد اجنبي عليك نتايا ولا نتيا، ويقدروا يديروا اللي في جهدهم باش يحطموك نتايا ويطلعوا بالاجنبي. ولكن هادو نقدروا، هادو ما فيهمش ديك التمغربيت الحقيقيه، ما تربوش عليها كيما حنا تربينا على التمغربيت ديالنا. فانا واخا ديما كنهضر وما نديرش وفمي لساني طول داكشي، ولكن ملي كنجيو الواقع مستحيل انا ندخل على شي حاجه سميتها مغربي او مغربيه. تسمع مغربي ولا مغربيه الله يستر يا ربي، ويدي رجلي فمي كلشي ياكلني. وحق الله انا بحال غير البارح، اقسم بالله البارح غدا البوتيكيرا اقسم بالله ونلقى واحد المغربي مسكين حراك شاد له البوليس واخدين له التليفون، لانه البارح كانت الاجراءات صعيبه الصراحه. وانا دوك البوليس نعرفهم ديال التقسيم وحق الله، وبديت كنكلاكسو صوفيا. المهم بدا كيهضر معايا باللغه ديالنا، راكم عارفين انا تركيا كون عايدن. المهم ما تقلقوش، بديت نقول لكم انا تركيا كون عايدن انا تركيا. المهم ما علينا، بديت كنهضر معاه باللغه ديالنا اللي كنقشع فيها شويه، اللغه ديال بلادنا ديال تركيا اويلي با. المهم انا نقول له شنو زعما كاين؟ قال لي تتعرفوا؟ قلت له تنعرفوا. قال لي زعما، قلت له لا تنعرفوا راه مزوج وشنو. واصلا داك السيد ملي شافني ويقول لي صوفيا شوف اختي هاد الناس، اقسم بالله ورحمه ماما غطرق لي شاده. يلا رجعوا لي التليفون قالوا لي تفضل سير بحالك، حيت ما كانش عندهم الباسبور فهمتي، وكانوا شادين لي التليفون. راه عارفين دابا مع داكشي اللي طرا راه كاين
تفتيش كبير، كاين واحد التفتيش كبير دابا، ولاو كيفتشوا كلشي وكيشدوا كلشي، وخصوصا انه جات وحده عربيه سوريه. يا ربي شحال تشفيت في السوريين، قال لك لا والله مغربيه هي اللي مساويه، سبحان الله اخرتها طلعت سوريه. على فكره بالنسبه للناس اللي يقولون هاي شكلها مغربيه، هاي شكلها من النور من السوريين. نحن ما عندنا هاي الاشكال بالمغرب. نحن لو عندنا واحدة سمراء تحصلها ملكة جمال. هاي النور عندكم بس بسوريا، نحن ما عندنا بالمغرب النور. ما عندنا النور، هاي الأشكال ما عندنا بالمغرب. هاي الأشكال عندنا بالمغرب إيه بس متى؟ لما كانت الحرب بسوريا وجايين على المغرب عم يشحتوا. ما عندنا نحن السورية هاي الجمال السوريات اللي عندكم اللي تتكلموا عليه، يعني نحن جمال المغربيات غير يا حبيبي. انا شفت تعليقاتكم وكيف عم يتكلمون عن المغربيات وانها مغربيه، لا والله وجهها وشكلها افريقيه مغربيه، لا والله هاي نور سوريه وهي سوريه. نحن المغربيات ملكه جمال. سوريا سوريا عبود ويا دلوعي، ما ادري شو اسميك. سوري لو المغربيه مو حلوه ما كنت تتمنى أمنية حياتك تصاحب مغربية. أمنية حياتك أنت يا السوري، مع احترامي لبعض السوريين، أمنية حياتك يا السوري تشتغل ليل ونهار عشان تصاحب مغربية وتفتخر بها قدام أصحابك. إيه والله صديقتي مغربية، حبيبتي مغربية، زوجتي مغربية. فهمت علي؟ لو المغربية مو حلوة ما كنت سبت النور اللي عندكم بالبلد وجيت تاخذ لك مغربيه. فهمت يا سوري؟ فكفايه تعليقات. انا شفت نسبه التنمر ونسبه الكلام اللي قلتوه على المغربيات، وقلتوا انه هاي مغربيه والله وجهها وشكلها مغربيه، هاي شكلها سوريه. ادخل على السوشيال ميديا وادخل على اليوتيوب، تعرف لي احنا عندنا افقر وحده بالمغرب تحصل عينها خضر وشعرها اشقر كانها المانيه. يا عمري يا بابا روح، هاي سوريا بنت بلدك. فهمت؟ ولو كان عندكم جمال المغربيات ما كنتوا خليتوا بنات بلدكم وجايين تجرون وتلهثون زي الكلاب ورا المغربيات. لا انتوا ولا العراقيين، وضيف عليها حتى الخليجيين يسبون نسوانهم ويلهثون ورا المغربيات. هاو. فهمت علي؟ لأن المغربيات تاج راسكم وملكة جمال وحب ونظافة وكل شيء وجسم، كل شيء في المغربية يجنن. فهمت علي؟ يا نور لا تجيب سيرة المغربية على لسانك، لأنه لو المغربية مو حلوة ما كنت تعبدها وتلحس رجولها، ما كنت تلهث ورا تراب رجولها. ولك الشرف تصاحب أو تحب أو تتزوج مغربية، لك الشرف يا نور، لك الشرف أنت وغيرك. يلا عايزك إيه؟ نشاط، كتفيقي في الصباح خدامة داخله مصروفك وامور عاديه. المهم دابا غادي نمشي للدار عاوتاني عند فاطمه بعد ما فقت مع 6 ديال الصباح. مشيت خدمت وساليت مع الناس، وقفت معاهم ديتهم وريت لهم شرحت لهم الامور مزيانه، جبت لهم الممرضات اللي عندي في العياده امور مزيانه. دابا غادي نمشي عند فاطمه للدار، نلقاها موجده ليا اتاي المسمن، موجده ليا الحلوه جاتني البارح طبعا حاجتني عن طريق السعايه. وحده قالت لي صوفيا شتك دايره الحلوه، ما درتيش الحلوه درتي الزيتون، وانا جبت لك الحلوه. جابت لي الحلوه الله يكثر خيرها، واحده المغربيه من طنجه الله يكثر خيرها. المهم انايا ديك الساعه اللي درت عطات النتيجه، يعني الناس هما كيجيو اللي جابت لي الشكلاط، جاب لي الحلوه، اليوم جايه واصله لي الزيت وغدا واصل لي اتاي. المهم خير وبركه بنات بلادي، الله يكثر خيركم الله يخليكم ليا. المهم دابا غادي نمشي نشرب شي كاس داتاي. وجاني البارح الزيتون ديال المغرب خطير، زيتون مشرمل جاني من مكناس، حبيته. ودابا غنمشي ندير فطور مغربي يا لالا. وديك الساعه عاوتاني بالنسبه للفطور انطلق يا جراندايزان، انطلق يا كابتن ماجد الى العمل عاوتاني. الفوج الثاني والثالث والرابع حنا غاديين. قالت صوفيا شيفوره وافتخر. اخباركم؟ ما كرهتش نخدم شيفوره والله، نبقى نوصل الناس ديالي ديما، ما كرهتش. عرفتي ملي كنمشي نتلاقى الناس ديالي وكنشوفهم فرحانين ويلي تقول واو صافي ما تيقاش انت جيتي مورايا، ما كيتيقوش مساكن باني انا مشيت موراهم. تقول لهم علاش راه خدمتي هادي، تقول صحاب لي غتصيفط لينا الشيفور ديال البارح ولا، تقول لهم لا اول مره كنجي انايا، ولكن باش غترجعوا كيجي الشيفور يرجعكم. عرفتي تيفرحوا البنات والعيالات وحتى الرجال، ويوليو على شي بواكس وعلى شي رجاله تيجيو غادي تبارك الله ما شاء الله. تيقول يا صوفي راه ما يمكنش هذا الشيء اللي تديري انت واقفه على خدمتك، وتنقول ليه ولا ما وقفش على خدمته راه ما غاديش تفرعها. كاينه